يا صباح الخير، انا سمر ودي قناتي. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كيكه الاوريو بصوص الاوريو. اقتصاديه وجميله جدا وبتاخد دقيقه واحده بس في الميكروويف، والصوص بتاعها حكايه واقتصادي جدا زي ما انتم شايفينها لعشاق الاوريو. يلا نبدا وصفتنا ونقول بسم الله ونشوف مقاديرنا ايه مع بعض. شايفين الصوص يا جماعه؟ هنجيب 12 بسكوتة اوريو او باكيتين اوريو من الكبير يا جماعه. هنحط 3 بسكوتات اوريو في قلب البوله كده زي ما انتم شايفين، وهننزل على كل بسكوتة اوريو عليها معلقه لبن. هننزل بيها كده، بس لو احتاجنا لبن تاني هنزود. هنبدأ نفتت الاوريو خالص كده في قلب اللبن لغايه ما تجانس مع اللبن زي ما انتم شايفين كده. اتفتت خالص الاوريو. بعدين بقى هننزل عليه بمعلقتين دقيق كبار زي ما انتم شايفين. نزلت باول معلقه وهنزل بالتانية كمان، وهنزل عليه بنص معلقه بيكنج باودر، مش اكتر من كده. هنبدأ نقلب كل المكونات مع بعض عشان تتجانس كده. لو احتاجنا لبن للكيكه هنحط تاني. هنا انا كملت ربع كوبايه لبن على الكيكه عشان يبقى القوام بتاعها مناسب جدا. بقلبها كويس جدا عشان الخليط كله يمتزج مع بعضه ويبقى القوام مناسب. بقى هو ده القوام بتاع الكيكه زي ما انتم شايفين. نزلت فيه ببسكوتة اوريو كده، هتعزز طعم كويس جدا كده. هي تمام. هدخلها الميكروويف زي ما قلنا، هتقعد دقيقه واحده بس في الميكروويف، مش هتاخد معانا وقت خالص. انا دخلتها كده الميكروويف وهظبط التايمر على دقيقه زي ما انتم شايفين كده. انا ظبطت التايمر على دقيقه. هي كده خلاص استوت بعد الدقيقه، انتهى من الميكروويف طبعا. وهبدا اعمل الصوص بتاع الاوريو. زي ما انتم شايفين 4 بسكوتات اوريو طحنتهم كويس جدا. هيبقى فيهم برضو مكعبات اوريو بسيطه كده هتدي طعم للصوص حلو جدا. ومعايا معلقه كاكاو خام كبيره، ومعايا ربع معلقه نشا زي ما انتم شايفين، ومعلقه سكر كبيره. وهنزل بربع كوبايه لبن. هقلب كل المكونات مع بعض كده تمتزج. رفعتها على النار هنا اشوفها لو احتاجنا لبن تاني هنحط ربع كوبايه لبن تاني. انا بقلب كل المكونات كده مع بعض. الصوص لسه هيتقل طبعا لما يغلي، فلو احتاجت هنزل بربع كوبايه لبن عليها. انا بقلبه كويس جدا، بس فيه برضو مكعبات بسيطه قدنا من الاوريو هيبقى طعمها حلو جدا مع الصوص. انا هنا كنت لقيت الصوص تخن شويه، فرحت مزوده ربع كوبايه اللبن التانية. بعد ما عينته من على النار هسيبه يهدى شويه، وبعدين نبقى ننزل بيه على الكيكه. هبدأ انزل اهو زي ما انتم شايفين كده. بصوا الصوص جميل جدا، فيه مكعبات بسيطة يعني قطع صغيرة قوي من الاوريو، بتدي طعم طبعا جميل جدا زي ما انتم شايفين كده. جميلة جميلة جميلة. وزي ما انتم شايفين ده الشكل النهائي كده للكيكة. جميلة جدا. مش هنعمل فيها اي حاجة تاني غير اننا نحط فيها بسكوتين اوريو للتزيين زي ما انتم شايفين كده. تحفة. هندوق بقى الكيكة مع بعض طبعا كالعادة. وبصوا الصوص، الكيكة غرقانة في قلب الصوص، جميلة جدا. كيكة اقتصادية وموفرة جدا، والصوص بتاعها كمان اقتصادي وموفر جدا زي ما انتم شايفينها. لعشاق الاوريو طبعا هم عارفين طعم الكيكة بتاعت الاوريو بتبقى عاملة ازاي. جميلة جدا وتحفة بصراحة. يعني هي بتتكلم عن نفسها زي ما انتم شايفين كده. وده الشكل النهائي ليها زي ما انتم شايفين. بتتعمل في دقيقة واحدة بس، ومكوناتها اقتصادية موجودة في البيت عندك، مش اكتر من كده. مش تعملي حاجة اكتر من كده خالص زي ما انتم شايفين كده. وطبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.